أهلا بحضراتكم. الأمراض الجلدية مش زي ما كتير مننا متصور، مش كلها أمراض معدية، بعضها بس هو اللي معدي وكتير منها غير معدي، لكن التوزيعة بتاعتها في المناطق والبلاد المختلفة بتختلف طبقا لحاجات كتير. نتيجة الأجواء في المنطقة اللي احنا عايشين فيها بتزيد أكتر فرصة الأمراض المعدية، وبتزيد أكتر من الأماكن اللي فيها تجمعات سكانية ويبقى فيها اختلاط بين الناس بشكل مباشر لمدة طويلة. الأمراض المعدية لازم نعرف عنها كويس بما إن هي منتشرة في المجتمع بتاعنا. علشان كده لازم نعرف إن الأمراض المعدية دي ليها أشكال مختلفة وبتيجي نتيجة عدوى بكتيرية أو فيروسية أو طفيلية أو فطرية. هنبتدي النهاردة نتكلم عن نوع مشهور جدا من العدوى الفيروسية اللي معروف باسم الصمت أو عين السمكة زي ما بيطلق عليه. الصمت هو عدوى فيروسية بتنتج من نوع من الفيروسات اسمه الهيومن بابيلوما فيروس. الفيروس ده تم اكتشاف حوالي 200 فصيلة أو نوع مختلف منه لغاية دلوقتي. كل فصيلة بتيجي في منطقة معينة من الجسم، وساعات يحصل عدوى من نوع في منطقة تانية مختلفة عن المفروض يبقى موجود فيها. علشان كده لازم نبقى واخدين بالنا كويس. الفيروس بينتقل عن طريق التلامس المباشر أو غير المباشر، يعني استخدام الحاجات الشخصية بين شخص وشخص آخر ممكن ينقل العدوى الفيروسية. يعني مش لازم دايما يبقى فيه تلامس مباشر أو احتكاك مستمر. الفيروس ممكن يجي تقريبا في أي منطقة من الجسم ما عدا الأظافر والشعر، إنما كل منطقة عليها جلد أو غشاء مخاطي بيغطيها ممكن يجي فيها. يعني ممكن كمان يجي داخل فتحة الأنف أو الفم. فعلشان كده لازم نبقى واخدين بالنا كويس، نستخدم حاجاتنا الشخصية. وأول ما يبتدي يظهر الصمت اللي بيبان عادة على شكل حباية، بيبقى شكلها في معظم الأحيان حرشفي، بس في بعض الأحيان بيبقى سطحها أملس، ناخد بالنا ونسأل الطبيب هل ده عدوى ولا دي ظاهرة قد تكون طبيعية أو حاجة بسيطة وتروح على طول. علشان التعامل المباشر المفيد بدري مع الفيروس بيقلل من فرصة انتشاره، لأن الفيروس بيبقى موجود في الجلد إنما الحمد لله مش موجود في الدم. التعامل معاه بدري مهم عشان نقلل من فرصة الانتشار، وفي نفس الوقت لأن فترة الحضانة بتاعته جوه الجلد قد تصل إلى 8 شهور، فما ينفعش نقول أنا عالجته وخفيت، لا، لازم أتابع لمدة 8 شهور. أي حاجة صغيرة تطلع أسأل الطبيب هل دي فيروس؟ هل هو نفس اللي كان موجود عندي؟ ويتم التعامل معاه بشكل فعال. علاجات الصمت كتير ومتعددة، منها الإزالة بالليزر، كي كهربائي، كي بالتبريد، العلاج الديناميكي الضوئي الموضعي، وغيرها علاجات تانية كتير. مستحضرات كيميائية كتير ممكن تستخدم، وكذلك بعض العلاجات عن طريق الفم، بعض أنواع الحقن أو الأمصال أو التطعيمات اللي بتستخدم. إنما اختيار الأمثل منها والمناسب للحالة ده بيتم بواسطة الطبيب المختص. علشان كده لما تشك إن في عدوى فيروسية لازم تسأل الطبيب عشان يشخص صح، يعالج صح، يختار الأمثل لحضرتك عشان يقلل من نشر العدوى في المجتمع، وفي نفس الوقت يساعد حضرتك إنك تخف وتبقى سليم في أسرع وقت ممكن.